السلام عليكم، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. فيديو جديد النهارده من على السطح. طبعا انا اول فيديو من على السطح عندي النهارده على القناه. عايزه اقول لكم ان انا عندي عامله على السطح فوق جنينه زرعه فيها كل حاجه، زرعه فيها حاجات كتيره جدا. مع بعض هنزلها لكم ان شاء الله فيديو على القناه ونشوف هنزرعها ازاي. تمام. بصوا بقى، النهارده انا اخترت البصل. ليه؟ لان انا كنت النهارده هزرع بصل تاني، فالمهم قلت اما اصوره معاكم فيديو النهارده. تمام. النهارده هنزرع البصل الاخضر زي ما قلت لكم في اخر الفيديو. البصل غالي طبعا السنه دي جدا، 25 و30، واقل بصل خالص الصغنن خالص ب22 جنيه. تمام. فالمهم قلنا نوفر كده ونعمل حاجه. عايزه اقول لكم اللي ما عنده سطوح يعملوا في البلكون، يعملوا جنب شباك، مش هتفرق وهيطلع وهيبقى زي الفل. بصوا البصل بتاعي جميل ازاي، ما شاء الله، 20 يوم بالظبط، وكان خضر كده وبقى جميل للاكل وللسلطه. وممكن كمان تقطعي الاخضر اللي فوق ده وتسيبيه، هيطلع تاني وهيجدد تاني. بس تسيب الراس الحمراء دي اللي هي اللي احنا زارعينها دي، تسيبيها وتقطعي من فوق كده، وهيطلع هيخضر معاكي تاني وهيعمل اول عروق حاجه يعني طبعا خضرة وكده. انا تعالوا هجيب نشوف علبه هنزرع زي البصل دي ازاي. تبقى حاجه. انا مش عايزه حاجه غويطه، انا عايزه حاجه يا دوب. دي بصوا، دي علبه حلاوه اهي. بصوا دي علبه حلاوه. بصوا ارتفاعها قد ايه، قد اهو، قد ايدي اهو. بصوا بقى، انا صورت الفيديو ده واتضح ان الفيديو ما بيتصورش. تمام. ازاي مش عارفه، مع ان انا شايفاه ان هو بيصور. المهم، كل اللي انا عملته زي ما قلت لكم، انا جبت علبه حلاوه اهي. مش عميقة قوي، وحطيت فيها تربة زراعية، طينة من أرض زراعية. تمام. وجبت نص كيلو بصل من السوق، من النوع بتاع الأكل عادي جدا، صغير. هو صغير، حاولوا انتوا على قد ما تقدروا تنقوا البصلة الصغيرة. تمام. ورحت راوية التراب ده أو الرطش، ورويته بمية، ما حطيتش عليه أي حاجة. أنا جبته من الأرض الزراعية، هو أصلا كان عندي، يعني أنا متوفر عندي الرطش ده على طول. ورحت روياه. تمام. ورحت جايبه البصل ورحت حطاه بالشكل اللي انتوا بقى. بعد كده اجيب المقص بتاعي وابدا كده اخد الحته دي كده والمقص كده، هاخدهم كلهم بالشكل ده اهو. 20 يوم، يمكن اقل، يبقى عندك بصل اخضر تاكلي منه. عايزه اقول لكم ان احنا عندنا هنا في السوق بيتباع الرابطه فيها 5 وحدات صغيرين خالص، الحجم اللي هو بتاع الاكل ده، ب5 جنيه. ممكن يعني واحنا فلاحين، ممكن اماكن تانية بيتباع مثلا رابطة ب10 جنيه. فاهمين؟ لكن احنا نجيب نص كيلو بصل، كمية محترمة كده، ممكن ب10 جنيه. هو البصل ده ب20، اللي هو الحجم اللي هو الصغير ده ب20. نجيب كيلو ب20 جنيه ونزرعه، هنفضل ناكل منه بقى لما نزهق. بصوا، عايزه اقول لكم الطريقه سهله جدا ممتعه قوي. ما تشوفي البصل الاخضر كده يا سلام بقى، تحطيه في البلكونه، تيجي بقى تفطري تاخدي بصلايه عامله بقى حبه عدس كده وتجيبي بصلتين. يا نهار ابيض على الجمال، حاجه كده فخر من الاخر زي ما بيقولوا. اهو، بس ادي كل اللي احنا هنعمله. كل مثلا اسبوع هنرويه مره، مش بيحتاج رعايه كتير زي اي نباتات او اي حاجه تانية انتي بتزرعيها. لا، انتي بتحطيه كده وكل اسبوع تروحي رميره حبه ميه وخلاص على كده. شكرا. بس انا مش هعمل فيها حتى الحاجات دي انا مش هشيل، انا هسيبها كده زي ما هي كده. بس كده هتابع معاكم ان شاء الله، واول ما نخضر كده هروح مصوره لكم، او ممكن انزل لكم الفيديو عشان تلحقوا مثلا ان انتوا تصوروه. اتمنى الفيديو يعجبكم، واشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد. اتمنى اللي ما اشتركش في القناه يشترك في القناه وحطوا لايك، شيروا الفيديو، واشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد. وان شاء الله هنعمل مع بعض وهنزرع حاجات كتير او مع بعض.